مساء الخير عليكم جميعا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على الجوله السادسه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا 2023. هنتكلم عن النتائج وبعد كده نتكلم عن افضل 5 لاعبين في الجوله بالكامل، او اللعيبه يعني اللي كانت مؤثره جدا مع فرقها. وخلونا في البدايه نبدا بنتائج مباريات الجوله. واول مباراه كانت مباراه حوريه كوناكري وفايبرز، وانتهت المباراه بفوز حوريه كوناكري بنتيجه 2-0. الفريقين طبعا خلاص اصلا ودعوا البطوله. المباراة الثانية كانت مباراة الزمالك والمريخ السوداني، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-3، وايضا الفريقين خلاص ودعوا البطولة. وعندنا كمان مباراة الرجاء المغربي وسيمبا التنزاني، وانتهت بفوز الرجاء بنتيجة 3-1. والرجاء الحقيقة بيستمر في النتائج الإيجابية جدا الموسم ده في دوري أبطال أفريقيا، يعني حتى الآن قدر يجمع 16 نقطة في المجموعة. طبعا المنافسين مش بنفس قوة الأندية اللي موجودة في شمال أفريقيا، لكن برضو صعب جدا انك تقدر تجمع 16 نقطة، فإنجاز جيد جدا لفريق الرجاء. وده بيقول لنا طبعا ان الرجاء هيبقى منافس قوي في دوري ابطال افريقيا الموسم ده. المباراه الثانيه كانت مباراه بيترو اتلتيكو الانجولي وفيتا كلوب، وقدر فريق بيترو اتلتيكو يفوز بنتيجه 1-0. وايضا الفريقين دول خلاص ودعوا البطوله، واللي صعد من المجموعه دي شبيبه القبائل والوداد المغربي. بعدها كانت مباراه الاهلي والهلال السوداني، وانتهت بفوز الاهلي بنتيجه 3-0. مباراه طبعا كانت فاصله وحاسمه ما بين الفريقين، واللي يفوز في المباراه طبعا كان هو اللي هيتاهل. ولو كانت المباراه انتهت بالتعادل السلبي او الايجابي يعني كان اتاهل نادي الهلال السوداني وكان صعد من مجموعته، ولكن الاهلي قدر يفوز بنتيجه 3-0، وطبعا كان فوز مستحق جدا واتكلمنا عنه في فيديو سابق. والمباراه اللي بعدها كانت مباراه الوداد المغربي وشبيبه القبائل، وانتهت بفوز الوداد المغربي بنتيجه 3-0. والمباراه كانت في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا. مباراه كبيره جدا عملها فريق الوداد. فريق شبيبه القبائل ظهر في المباراه دي مستوى مهزوز، مستوى متراجع، لكن شبيبه القبائل بنلاحظ دايما انه لما يكون موجود او بيلعب في الجزائر غير مبارياته اللي بتبقى خارج الجزائر. خارج الجزائر نتائجه اغلبها يعني بتكون سلبيه. واخر مباراه كانت مباراه الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري. مباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0. المباراه كانت في ملعب رادس في تونس. طبعا الترجي بالنسبه له كان التعادل السلبي 0-0 يخليه يصعد اول من مجموعته. شباب بلوزداد كان محتاج الفوز اكتر من الترجي، لكن ما قدرش طبعا يسجل اهداف في مرمى الترجي، فبالتالي خلاص يعني صعد في المركز الثاني زيه شبيبه القبائل. شبيبه القبائل نفس الموضوع، صعد برضه في المركز الثاني. كانوا محتاجين الفوز عشان يصعدوا في المركز الاول، لكن قدر يخطف المركز الاول فريق الوداد المغربي. وكده الانديه اللي تاهلت كاول من مجموعتها صن داونز والرجاء المغربي والوداد المغربي والترجي التونسي، دول الاربع فرق اللي صعدوا في المركز الاول. مواجهاتهم ان شاء الله هتبقى مع الفرق اللي صعدت من المركز الثاني، وهم الاهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري وشبيبه القبائل الجزائري وسيمبا التنزاني. الثمان فرق في منهم 6 فرق من شمال افريقيا، فده طبعا مؤشر ان المباريات هتبقى في منتهى المتعه وهتبقى خارج كل التوقعات. يعني عندك دربيات كبيره طبعا مشهوره ومعروفه، الترجي مثلا مع الوداد، الترجي مع الاهلي، الوداد مع الرجاء، والرجاء مع شبيبه القبائل، وشباب بلوزداد مع الوداد. يعني نقدر نشوف مباريات كتير جدا هتكون ممتعه وهتكون مباريات في منتهى الاثاره. طيب بالنسبه لافضل 5 لاعبين في الجوله واكثر لاعبين كانوا مؤثرين مع فرقهم خلال الجوله السادسه من دور المجموعات، اول لاعب هو ناصر منسي اللي قدر يسجل هاتريك في مرمى المريخ السوداني. ناصر منسي طبعا لاعب الزمالك، عمل اداء كبير جدا في المباراه دي وقدر زي ما قلت لكم يسجل هاتريك. اللاعب الثاني هو حسين الشحات اللي نزل في الدقيقه 63 في ماتش الهلال السوداني. حسين الشحات لاعب الاهلي المصري وقدر يسجل خلالهم هدفين، وده رقم كبير جدا للاعب لعب فتره تقريبا 27 دقيقه بس. وعندنا في المركز الثالث اللاعب حمزه غابه لاعب الرجاء المغربي، وهو كمان قدر يسجل هدفين. واللاعب ده حتى الان يعني بيقدم مستوى هايل جدا في دور المجموعات مع فريق الرجاء، واعتقد المهاجم ده هيبقى ليه شأن كبير جدا مع فريق الرجاء المغربي. وفي المركز الرابع اللاعب سامبو لاعب الوداد المغربي، وهو كمان قدر يسجل هدفين في مرمى شبيبه القبائل وخد رجل المباراه. في المركز الخامس مروان عطيه طبعا لاعب الاهلي المصري قدام الهلال السوداني، ارقامه هايله جدا، ارقام لاعب اوروبي. يعني في المباراه بتاعه الهلال السوداني والاهلي المصري اللاعب ده خد تقييم عالي جدا، غير انه عمل اسيست، لا اكتر لاعب قطع كرات، دخل 4 تدخلات، قدر يقطع الكوره 3 مرات بشكل ناجح، وده في حد ذاته شيء جيد جدا من لاعب بيلعب في وسط الملعب. الارتكاز وكمان تحركاته في الملعب، كمان كميه الجري الكبيره اللي جريها اللاعب مروان عطيه، كل الحاجات دي تخليه يستحق ان يبقى موجود من افضل 5 لاعبين خلال الجوله السادسه. وطبعا زي ما انتم عارفين الاختيارات دي كلها بتبقى اختيارات من وجهه نظري الشخصيه، مش مبنيه على اي حاجه غير مستوى اللاعبين. وفي الاخر زي ما قلت لك هي وجهه نظري، يعني ممكن الناس تختلف معايا وممكن الناس تتفق معايا، لكن محدش هيختلف معايا ان ال5 لاعبين دول كانوا مؤثرين جدا في الجوله السادسه من دور المجموعات. ولحد هنا تكون نهايه الفيديو، وانا بشكركم شكرا جزيلا.